اوعى تكون فاكر ان قراراتك كلها من دماغك. الحقيقة ان في حاجات بسيطة جدا بتتحكم فيك كل يوم وانت مش واخد بالك. يعني مثلا اول رقم تشوفه في اي حاجة حتى لو ملوش علاقة بيأثر على حكمك، وساعات مجرد ما تسمع كلمة فرصة محدودة او العدد محدود تلاقي نفسك بتتصرف بسرعة جدا وكأنك هتضيع حاجة كبيرة مع انك اصلا ما كنتش مهتم. الاغرب بقى ان اللي مش فاهم تلاقيه واثق ومصدق نفسه جدا، لكن اللي فاهم فعلا دايما متردد وبيسأل ويفكر 1000 مرة. ونفس المعلومة لو اتقالت لك بأسلوب لطيف ممكن تتقبلها، لكن لو اتعرضت بشكل مختلف ممكن ترفضها من غير ما تعرف السبب. وطبعا لما تلاقي الكل بيعمل حاجة تلقائي بتمشي وراهم، مش عشان مقتنع لأ، بس عشان تحس انك مش لوحدك. كل دي مش صدفة، دي تأثيرات نفسية بتلعب على قراراتك وسلوكك كل يوم وانت فاكر انك انت المتحكم. اتكلمنا بسرعة عن شوية تأثيرات بتحصل لنا كل يوم، لكن في الفيديو الأصلي هتفهم كل حاجة بشكل أعمق وأدق. هسيبك بقى تكتشف بنفسك على قناة فهمان في فيديو 5 خدع نفسية بيأثروا عليك بشكل يومي وانت مش حاسس. وطبعا هستنى ردك في الكومنتات. سلام.